الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. ان شاء الله هعمل معاكم خبز الفوكاشيا الايطالي بطريقة سهلة وطريقة جميلة ان شاء الله تنور رضاكم. يلا بينا نبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا مقادير الخبز. معايا كيلو من الدقيق، معايا ميه، والميه طبعا ملهاش مقدار. معايا هنا لكيلو الدقيق نص كوبايه من الزيت، معايا معلقه كبيره كده خميره فوريه، معايا معلقه سكر، معايا رشه ملح، معايا هنا معلقتين من الحليب البودر. ممكن كمان تستبدليهم بزبادي، ممكن بدال الحليب البودر والزبادي تعجني بشرش او بحليب زي ما انت حابه المتواجد عندك. نسموا الله كده ونبتدوا. هنضيف معلقتين الحليب البودر، راح اضيف رشه الملح، هضيف السكر، راح اضيف بقى الخميره، راح اضيف نص كوبايه الزيت، راح اقلب بقى بسم الله. بعد كده بقى هنزل بالميه تدريجيا كده بسم الله. ممكن كمان تستبدلي الميه بالحليب، وممكن كمان الحليب البودر ده تشيليه من الوصفه خالص. عجينه خبز الفوكاشيا ده بتكون عجينه طريه كده، ما بتكونش متماسكه او ناشفه، بتكون طريه كده. ان شاء الله نشوفوها مع بعض. حبايبي شايفين العجينه عامله ازاي؟ بتكون طريه بالشكل ده. بتبداي بقى بعد ما بتعجنيها كويس قوي كده، تبداي بقى تلميها. بعد ما بتعجنيها بقى تبداي تنزلي عليها بحبه من زيت الزيتون كده. بعد كده بقى راح اغطيها واسيبها كده لحد ما تخمر ان شاء الله، وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني بعد العجينه بتاعتنا ما خمرت بالشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله. بعد كده بقى معايا الصاج بتاعي، سواء كان صاج او صينيه، مسكته كده دهنته بزيت الزيتون بالشكل ده اهو. اللي بيميز بقى الخبز الايطالي ده ان هو كله بيبقى بزيت الزيتون. بتجيبيه بقى كده اهو، بعد كده بتنزلي عليه برشه من زيت الزيتون، تبداي بقى تفردي فيه. حبايبي بعد ما فردناه في الصاج بالشكل ده، راح امسكه بقى اغطيه بالاسترتش بالشكل ده كده، وراح اسيبه كمان 10 دقايق كده لحد ما يرتاح كده ويخمر كمان مره ان شاء الله، وارجع لحضراتكم. حبايبي بعد ما سيبنا العجينه بالشكل ده حجمها تضاعف، نبداوا بقى نشتغلوا فيها بسم الله. معايا هنا توم على زيت زيتون، معايا هنا طماطم صغيره مقطعينها نصين كده، معايا هنا زيتون، معايا زعتر، ومعايا قطع من الجبنه. المتواجد عندك اشتغلي بيه. همسك بقى التوم على زيت الزيتون على الزعتر بالشكل ده، راح اقلبهم كويس. تبداي بقى تعملي بصوابعك كده بس ما تخليش صوابعك تجيب لتحت. تبداي بقى ترصي قطع الجبنه كده. متواجد جبنه عندك ماشي، مش متواجد مفيش اي مشكله. الزيتون بالشكل ده، طماطم بالشكل ده اهو، شايفين الجمال؟ بعد كده بقى تبداي تدهنيها بالزعتر والثوم بالشكل ده. حبايبي بعد ما ضفنا الطماطم والزيتون، ضفنا للعجينه زيت الزيتون على الزعتر على الثوم بالشكل ده. يفضل تدهنيه على العجينه الاول قبل ما تضيفي الطماطم والزيتون، وتبداي بقى ترصي الحاجات بتاعتك كده. حبايبي بعد ما خلصناها بالشكل ده، انا مولعه الفرن على درجه حراره 180. هدخلها الفرن من ربع ساعه ل 25 دقيقه كده ان شاء الله. اسويها وارجع لحضراتكم تاني.
حبايبي رجعت لكم تاني بعد ما سوينا الخبز في الفرن بالشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله. اخد مني 25 دقيقة في الفرن، طلع بالشكل الجميل ده. قد ايه هش كده وقد ايه طري وسفنج وجميل. بسم الله ما شاء الله. ينفع فطار بقى، ينفع عشاء، زي ما تحبي حبايبي. ودي كانت طريقتي في عمل خبز الفوكاشيا الايطالي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. يا رب تنور رضاكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدنا اشتراككم في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.